سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. كما راكم تشوفوا حطيت لكم اليوم كيكه المقلاة. يعني هذه الكيكه بزاف بنينه وبزاف طريه وبنتها ما تنشبعش غير بحبه بيض. يعني مقادير جد بسيطه. وحضرت صوص شوكولا، يعني هذه صوص فاني خفيفه وما تاخذ لكمش الوقت بزاف. ما نطولش عليكم، روحوا قبالة لكيفيه التحضير. اول حاجه في غيسيبيون عندي لهنايا حبه تاع البيض، نزيد نضيف لها نص كاس سكر عادي، نخلطها بالمضرب اليدوي مليح. من بعد نزيد نضيف لها نص كاس زيت ونخلط، ونزيد نضيف لها نص كاس حليب يكون بارد ونخلط مليح. نزيد نضيف لها مغرفه صغيره لافاني ولا تحبوا ليكيد بودره ولا ليكيد. نزيد نضيف لها نص كاس كاكاو مارون كما راكم تشوفوا. في الاخير نضيف لها كاس الا ربع فارينة مع كيس خميرة الحلويات ووزن 10 غرام. نخلطها مليح كما راكم تشوفوا. هاوليك القوام كيفاش يكون. من بعد نجيب مقلاة كنت دهنتها بالزبدة ورشيت عليها الفارينة، نفرغ الخليط كامل فيها، نوزعه مليح. من بعد نخبطها هكذا كما راكم تشوفوا بيدي ونحطها طيب. كما راكم تشوفوا قلت لنا حطيت طاجين كبير فوق الفرن يسخن. من بعد حطيت المقلاة باش هنايا الكيكه طيب لي مليح ونغطيها. وكما راكم تشوفوا راهي طلعت ما شاء الله. وكل ما تلقاو القطرات في الغطاء تمسحوا كامل هذوك القطرات حتى وين تطيب. فوالا هاي لك بعد ما طابت. هنا نثقبها بالكوردون باش تبرد. وهنا كنت حضرت الصوص اللي قلت لكم، درت فنجان تاع الزيت، فنجان حليب بارد، فنجان كاكاو وفنجان سكر، خلطهم مليح بالبغاء. من بعد درتها في الثلاجه كما راكم تشوفوا. هاوليك القوام تاعها. نزينها كامل بصوص شوكولا. من بعد كاضافه نزيد نزينها بالشوكولا. يعني كيما شفتوا طريقه بزاف سهله. شوفوا بعد ما قطعتها ما شاء الله راح تجيكم بزاف خفيفه وهشيشه. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في التحضير. لحقنا لاخر الفيديو نقول لكم سلام وتهلاو في رواحكم.